السلام عليكم، اهلا بكم. النهارده هنتعلم مع بعض طريقة عمل دورة تنظيف للغسالات الاوتوماتيك. الغسالات الاوتوماتيك طبعا المفروض يتعمل لها دورة تنظيف كل فترة، عشان لو فيها اي اوساخ بننضفها وتتنضف معانا، وبالتالي تدينا اداء عالي وما يكونش فيه اي مشاكل في الغسيل، وتغسل معانا بسرعة. ده اول حاجة الدرج المسحوق. الدرج المسحوق بنغسله، بنفكه مع بعض زي ما انتم شايفين اهو، ولو في اي صابون ولا اي حاجة بننضفه معانا، ممكن بحتة قماشة او باي حاجة. وطبعا الدرج نغسله كويس، ده اهم حاجة. مع بعض هنعمل كل حاجة عشان نشوف الفرق. ده أول عملية في دورة النظافة. بنرجع نركبه تاني زي ما كان بالظبط، ونحاول نخلي بالنا عشان مفيش حاجة تبوظ. بننزل تحت هنا بنلاقي فيه درج زي ما انتم شايفين اهو، بنفتحه بيكون فيه مية زي ما انتم شايفين اهو. ما تعملوش دورة نظافة من زمان، فبيكون في بعض الرواسب وفي حاجات كتير. انتم شايفين شكله عامل ازاي. بنحاول ننظف كويس عشان لو في اي حاجة تطلع معانا. بعد ما نضفنا بنقفلها تاني، نحاول نقفلها كويس. بنيجي بقى عند الدرج هنا وبنحط الخل، ممكن حوالي ربع ازازة خل، وبنقفل الدرج تاني وبنعمل الدورة على دورة غسيل عادية، بس تكون شديدة افضل عشان تنظف الغسالة كويس. ونشغلها، بنسيبها شغالة معانا لحد ما بتخلص، وبالتالي بيكون كده الغسالة نطفت من الداخل كويس مع الخل. في النهاية نشكركم لمتابعتنا، وتابعونا لمعرفة كل جديد.